دكتور خلاص احنا خدنا قرار الانفصال وقلنا ان احنا خلاص هنتطلق، عاوزين نأهل نفسنا ونأهل إمم. ولادنا خصوصا لو هم صغيرين ومتعلقين قوي بباباهم. إمم. نعمل ايه في المرحلة دي علشان نخليهم ما يتعقدوش او يحصل لهم صدمة بسبب الطلاق طيب جميل جدًا. أول حاجة طبعًا إحنا بنقول بلاش نقول أسباب الانفصال أو المشاكل الخاصة للأولاد، للأطفال. لكن عايزة أقول لِك الأولاد بيبقى عندهم استشعار بكل شيء. مم. إحنا ما قلنالهمش السبب، بس مم. هم من جواهم بيبقوا عارفين السبب إيه، وعارفينه كويس جدًا. مم. لكن أنا لمّا بنيجي مثلًا ننفصل هنقول لهم إزاي، هنهيئهم للوضع ده إزاي. مم. أحيانًا لو هم كبار شوية بيكون يعني على فكرة الكبار بيبقى إقناعهم أصعب من الصغيرين، تخيلي. مم. الصغيرين ممكن أي حاجة اشتركنا لهم في لعبة في نادي ممكن يتلهوا. وصدمتهم اكبر بالضبط، الكبار لكن كمان، ده الكبار حقيقي. لأنهم فاهمين مم. وداخلين الحياة، فأنت خلاص نموذج الأم والأب قدامهم طول الوقت، فجأة ينفصلوا البيت هينهار، هم بيبقوا خايفين من المستقبل. ده حقيقي. عشان كده أطمنهم، لما أجي أشرح لهم الموضوع مم. أول حاجة أطمنهم، مم. تاني حاجة بلاش أقول لهم الأسباب اطمنهم الصعبة. ازاي برضو بالبلدي كده؟ يعني لا اقول لهم بابا, أطمنهم. بابا مش هيبقى عايش معانا تاني مثلا، او هيعيش في إمم. مكان تاني، هيتنقل مثلا شقة تانية، بس بالضبط. هيجي يزورنا كل فترة. إمم. نقدم المعلومة ليهم بس إحنا ازاي؟ لازم نعرفهم إن في مثلًا الحياة الزوجية حاجة، مم. لكن أنا كأم وأب حاجة تانية. أنتم بالنسبة لي لازم أقول لهم أنتم رقم 1 مم. في حياتي. أنا والأب مثلًا ما قدرناش إن إحنا نتفاهم أكتر، أو حسينا إن إحنا عِشنا مع بعض وقت أطول من كده هيحصل مشكلة ليكم أنتم، فإحنا خدنا القرار ده مم. عشان أنتم تفضلوا في حياة أفضل ومستقرة. مم. مثلًا أنا هابعد أو بابا هيبعد، ولكن هنبدأ نتقابل برضه، وإحنا بالعكس ممكن نخرج. لو كنا بنخرج يوم واحد مثلًا في الweekend مثلًا، أو حتى مرة في الشهر هنخرج أكتر. مم. يعني لازم في المرحلة الأولانية نحسسهم بعدم الغياب فترة طويلة، مم. عشان يحسوا بالأمان. مم. أحيانًا برضه في مشكلة إن أنا ممكن الأم مثلًا كانت صارمة أوي، فتبدأ تدلّع الأولاد أوي. مم. أو مثلًا كان في مثلًا 1، 2 بننام في وقت معين، بناكل أكل معين، ما بقاش بنروح فيه النادي. القواعد دي هي او. عايزة إن هي عشان يبقوا مرتاحين، مم. فبتبدأ إن مثلًا كل الحاجات الصح تبدأ إن هي مثلًا تبعد عنها علشان الأولاد يبقوا في صفها أكتر، أو تقول أريحهم نفسيًا. لأ، مم. خلّيهم بنفس يعني نحافظ على نفس بنفس الروتين اللي النمط كنا ماشيين عليه. اليومي، مم. ونفس اللايف ستايل بتاعهم ما يتغيرش، عشان مم. بالعكس أنتِ فاكرة إنِك بتريحيهم هم هيقلقوا، مم. يقولوا إحنا ليه ما بقيناش بنعمل كده. مم. لأ، وكذلك الأب كل مثلًا فترة ياخدهم يقعدوا معاه يومين أو 3. ما فيش حاجة اسمها يعني نادي الرؤية أو يقعد زي ما إحنا شُفنا في مم. الفيديو وقدام الناس كلها، واللي بيعيط واللي بيبكي واللي بيضرب. لأ، ليه؟ إحنا مثلًا الأم خلّيها عندها ثقة مم. والأب يبقى عنده ثقة. مم. أنا مثلًا هاودّي لك الأولاد يومين أو 3 في الأسبوع، مم. وطول الأسبوع هم معاكِ، أنا واثقة تربيهم صح. صح. ليه ما نبقاش كده؟ ما يبقاش عندنا اتيكيت رباني من ربنا، وعندنا سلوكيات صحيحة. مم. أحيانًا المشاهدين ممكن يضحكوا ويقولوا ما بقاش في الكلام ده دلوقتي. مم. والله في نماذج كتير باشوفها نماذج في إيجابية نماذج جدًا، إيجابية، هي مش ونماذج كتير، هو محترمة أو يمكن جدًا. الأكتر السلبي، بس في نماذج إيجابية بالضبط، طبعًا وبيبقوا متحضرين، وده الأصح عشان نفسية الولاد، ده لأن إحنا لو حقيقي. بنأذي إحنا بنأذي في الآخر ولادنا، بالضبط، ده حتى لو أنتِ حقيقي. بتتكلمي عن باباهم وِحِش، لأ أنتِ بتأذيهم هم جدًا، أصلًا، جدًا طبعًا. فالموضوع لأ بيبقى صعب جدًا. آه.